هاد خونا اللي كتشوف فيه سارح الغنم كان عنده اللي يحرق ما يتم، فلوس كثيره، نوادر ديال الثمن، اراضي بالهكتارات، وليني 5 المليون ولا كارت ناسيونال غادي تخرج عليه. كيفاش 5 المليون ولا كارت ناسيونال غتخرج على هاد السيد اللي عنده هادشي كامل؟ هاد الفلوس الكثيره انا نقول لكم كانت عنده اكثر من 300 مليون ولا كارت ناسيونال، نعاود ناكد لك، و5 المليون غادي تخرج ليه على حياته كامل. كيفاش؟ تبع معايا القضيه من الاول حتى الاخر وغتفهم كل شيء. واحد النهار كانت فيه الشتا كتصب بواحد الطريقه ما يمكنش، الشتا خيط من السما. وفي نفس النهار نيت كان واحد الشخص جاي من واحد الطريق وطنيه، يعني الطريق العاديه ماشي لوطوروت. داك الشخص كان جاي وكيدير اوتوستوب، جاي وكيوقف وكيشير الناس، وداك الشتا شادع يعني صار سطاتو مزيان بسك ديال بصح، ومع ذلك حتى واحد ما بغى يوقف ليه. عيا ما يشير ذاك الراجل، عيا ما يبهون وليني والو. هذا الراجل اللي غنهضروا عليه اليوم بقى جاي واحد المسافه طويله تقريبا واحد الكيلومتر بحال هكاك، جاي وكيدير اوتوستوب، جاي وكيشير، وليني بنادم ما تاخش فيه. كيشوف هذيك الحاله اللي فيها هو ما بنادم تخلع الليل، كان الليل وواحد كيدير اوتوستوب، يعني اللي غادي بالطوموبيل يقول جاب داك الشخص في ديك البلاصه الخاويه اش كيدير تما، ويطرح في راسو بزاف ديال الاسئله. ياك ما يكونش فار ولا يكون شي حاجه واقعه ليه، داكشي علاش ما بغاوش يوقفوا لداك الراجل. بقى داك الراجل غادي في الطريق، غادي زايد لقدام، باغي يوصل لواحد النقطه اللي غادي نعرفوهم من بعد. المهم واحد اللحظه كتبان لي جي واحد الطوموبيل، الراجل اللي كنهضروا عليه اليوم تاني وقف ودار بحال هكا، انا غادي اهنز مع الرومبو وحطني. وليني داك الراجل اللي داير اوتوستوب كيبان لي داك الطوموبيل جي قاصدو بواحد الطريقه اللي ما يمكنش، جي ضارب الفار يعني عامي، والعوض ما يدوز الشانطي كيبان لي مول الطوموبيل كتلعب به الطوموبيل عنده. وفي اللحظه مول الطوموبيل غادي يضرب هذا الراجل اللي داير اوتوستوب، وكان هادشي اللي عقل عليه داك الراجل، يعني بانت لي غير طوموبيل جاي قاصله واحد اللحظه ويدخل فيه من وضعاتوش. غادي نحبسوا عنده هنا. اللحظه ديالو سالات، اللي راح وصبح الحال. ملي كيصبح الحال الحركه ديال المرور ضروري كيبدا يتم، غادي بنادم غادي جاي كله غادي يقضي غراضه، اللي غادي الخدمه، اللي غادي يتسوق. حد داك النهار جاب الايام ديال التسويق، يعني السوق كان جايين واحد الفلاحه جايين على الكروسه ديالو، يلا واحد من دوك اللي راكب في الكروسه كثر الانتباه ديالو، حط الكاسكيطه طايحه قدام الطريق، هبط ياخذها كاسكيطه طايحه، زاد قال نديرها فوق راسي، ربما شي مول الموطور كان دايز وطاحت لي وما ردش ليه البال. مع هبط ليها بغى يهزها، كيتلافت كيبان لي بحال شي نقاطع ديال الدم، كيزيد يبهون كيقلب كيبان لي واحد الشخص طايح في واحد الفوسي، يعني الطوموبيل اللي ضربات داك الراجل ضربات بواحد السرعه اللي كبيره شيرات به. في ديك اللحظه داك الراجل فاش شاف داك الشخص مليوح في داك الفوسي عيط لصاحبو، قال لي وا فلان قال لي اش كاين؟ قال لي تعال تشوف شنو كاين. قال لي اش كاين شنو واقع؟ قال لي تعال تا قال لي قول لي اش كاين، توجك تخطف من فيا، من هبط من الكروس راني عيان وانت عارف هادشي. قال ليه راه واقعه مصيبه، راه واقيلا شي واحد مصفينا ليه هنا ولا حينه. الحاله اللي كان في هذاك الراجل كانت كتبين ان داك الشخص بكرفسين عليه ولا حينه تمايا. الضربه اللي ضرباتو ديك الطوموبيل جاتو فاس، شركاتو ديريكت، طوموبيل عالي كانت، ضرباتو ديريكت ماشي غير هزاتو من التحت، ولاني ضرباتو من هنا ولهاتو. في الفم ديالو كان كامل العامر دم، والراس ديالو ملي طاح على واحد الحجره كامل تشرح. ملي وقفوا ديك الجوج اللي كانوا راكبين على ديك الكروسه بدات كتعمر الدنيا وبداو كيوقفوا الناس، والعوض ما يتصلوا بالناس المسؤولين بحال الدرك الملكي ولا لومبيلونس. بدا واحد الحوار ما بين داك الشخص اللي لقاه واحد شخص اخر، واحد كيقول هذا راه شي واحد صفى عليه، والاخر كيقول لا هذا راه غير حديث. الحوار كبر في هذا الموضوع، الهضره كثرات، والعوض ما يتصلوا بالناس ديال الدرك بقاو داوين في هادشي. لا راه قلت لك هذا شي واحد مصفينا ليه، الاخر كيقول انت اش كتعرف في هادشي؟ انا راه فايت فيا شي واحد ضربه طوموبيل، راه ضربه طوموبيل هذه. واحد الراجل واعي بالخطوره ديال هادشي قال لهم الله يهديكم واش اتصلتوا بالناس ديال الدرك ولا مازال؟ قالوا لهم لا باقي ما اتصلناش بهم، راه نسينا. قال لهم العوض ما تعلموا الناس المسؤولين يجيو يديروا الخدمه ديالهم، باكين كتقابحوا على شي حاجه اللي عندكم بها علاقه. هي ديك الساعه غادي يهز واحد الراجل التليفون ديالو وغادي يدير واحد البلاغ، صونا بالتليفون على الرقم الخاص، جاوبوا الناس المكلفين بالاتصالات، الو السلام عليكم، جاوبهم قال لهم معكم فلان حامل البطاقه الوطنيه الرقم كذا وكذا، انا راه كنتصل بكم بخصوص واحد الحادث
ولا جريمه ما معرفش شنو هو السبب. مهم راه كاين واحد الشخص في الطريق الوطنيه كذا وملي حجم الطريق، وشنو اللي واقع عليه حنا ما عارفينش، واش باقي على الحياه ولا ما بقاش على الحياه الله اعلم. هادشي كيقولوا ليهم داك الشخص باش الناس اللي مكلفين بالاتصالات يوصلوا البلاغ كما هو، يعني يتصلوا بالاسعاف وفي نفس الوقت يتصلوا بالناس اللي مكلفين بديك البلاصه، واش الدرك الملكي اللي كان تابع النفوذ ديالهم ولا الشرطه اللي كانت واقعه في المدينه. المهم هاد القضيه تابع النفوذ ديال الدرك الملكي. بهذا الناس اللي مكلفين بالاتصالات علموا الاسعاف وكذلك علموا الدرك الملكي. الدرك الملكي انتقلوا على وجه السرعه، كانوا هما اقرب وحدين لديك البلاصه. من بعد عاد فاش غتمشي الاسعاف. مهم غادي نهضروا ملي وصلوا الناس المسؤولين من خلال المعاينه الاوليه كيلاحظوا بان داك الراجل ربما باقي حي. داكشي علاش عجلوا بالاتصال ديال الاسعاف وقالوا له جيب الزربه، حاول يتوصلي في اقرب وقت لان السيد راه باقي عايش. غادي تقولوا لي باش عرف الدرك الملكي بلي داك السيد واقع عليه حادث سير وماشي ضربوا شي واحد وصف عليه ولاحوا في ديك البلاصه. المهم الناس ديال الدرك قاموا بالتفتيش ديال داك الراجل، والحمد لله لقاو واحد الوثائق ديالو، يعني الحاجه اللي كتثبت الهويه ديالو. لقاو لاكارت ناسيونال، غير هي ديك لاكارت كانت باهته شويه بحال اللي مصبنا، ولكن ماشي مهم داكشي. المهم هو عرفوا الهويه ديالو. بهادشي غادي يعاونهم يوصلوا للعائله ديالو ويعلموهم بداكشي اللي كاين وشنو اللي واقع عليه. جاو الاسعاف قاموا بالنقل داك الشخص في اسرع وقت ووصلوه للسبيطار. وقبل ما نقولوا شنو اللي غيوقع وشنو اللي غيطرى مع الطبيب، نكملوا بعدا تحقيق اللي غيديروا الدرك الملكي في عين المكان. اولا قاموا بالبحث في البلاصه فين وقع داك الشيء، داروا واحد المسح الشامل تبين ان واحد طرف من الطوموبيل مليوح تما، وبهذا تم استنتاج كان داك الشخص راه باينه ضربات الطوموبيل. كان اثار ديال الرويده الطوموبيل تم حيت كانت صاب بالشا وبقى واحد لاطراس ديال الطوموبيل يعني الرويد ديالها. واستنتاج جاني ربما هذاك مول الطوموبيل فاش ضربوا وعرفوا باللي ضربوا ضربه خايبه وربما فارق الحياه، داكشي علاش قام بالفرار وخلاه مليوح تمايا وما علم حتى شي واحد. وبقى داك الشخص اللي كامل هو مليوح تما حتى الصباح. تشافوا دوك الناس مالين الكروسه عاد علموا الناس المسؤولين وجاو داروا الخدمه ديالهم. ولولا لطف الرحمن كان دموا الامانه امانته، ولكن الشخص الحمد لله باقي عايش، غير هو كان في واحد الحاله اللي حرجه بزاف. رجعوا دابا عند لومبيلونس اللي دات داك السيد للسبيطار، دخلوه على وجه السرعه حيت كانت الحاله ديالو حرجه بزاف. السيد داخل في غيبوبه، ضربه جاتو في الراس وكذلك غادي يكونوا عنده حتى كسور، ولكن قرروا الاطباء انهم يعتقوه بعدا حتى يشوفوا واش كاين شي كسور ولا لا. ضربه جات داك السيد ديريكت، يعني الضرب فاس، والضربه ديال الراس هي اللي كانت صعيبه بزاف، ولكن القادم اسوء. بقاو الاطباء كيديروا الخدمه ديالهم ويحاولوا ينقذوه، وبالفعل الحمد لله قدر انه ينجو منا، ولكن باقي في حاله حرجه. داكشي علاش دخل الانعاش، بقى في غيبوبه لمده ديال 8 ايام. عاد فاق، ملي فاق كيحس براسو دايخ. داك الشخص اللي كان كيدير اوتوستوب تالف بحال اللي ما راكم عارفين الانسان 8 ايام وفي غيبوبه فاش كيفيق راه الحاله ديالو كتكون صعيبه بزاف وصعيب باش يعقل. المهم بقات كتبان ليه الضبابه وبدا كيتحرك. هنايا غتدخل واحد الفرمليه وغدير ليه واحد المسكن باش ينعس، لان الضربه ديالو في الراس كانت صعيبه، كان عنده ارتجاج. داكشي علاش دارت ليه واحد المسكن تخليه يرتاح حتى تستقر الحاله ديالو عاد باش يفيق. رجعوا عند الناس ديال الدرك الملكي، قلنا الدرك فاش قلبوا داك السيد لقاو الهويه ديالو. داك الشخص كان سميتو احمد حريشه. من خلال البطاقه الوطنيه ديالو مشاو للعنوان اللي مكتوب فيها، ولكن كيلقاو ما بقاش ساكن في ديك البلاصه. فاش مشاو تمايا تبين لهم بان داك الشخص وعلى حساب الناس اللي قرابين من ديك البلاصه كان غير كاري تمايا، كان كاري مده طويله، ومن بعد تحول من ديك البلاصه اللي كان ساكن فيها. غير هي ما عرفوش البلاصه اللي ولا ساكن فيها هو العائله ديالو. سولهم واش كيعرفوا شي ناس قرابين ليه ولا يقدروا يفيدهم بشي معلومه باش يوصلوا للهويه ديال العائله ديالو باش يجيو عنده يشوفوا واش واقع عليه. ولكن كاع دوك الجيران اللي كانوا تم كيقولوا بلي داك الشخص ما كان مجوج، ما كان والو، كان ساكن غير بوحدو في ديك الدار. ومن بعد على حساب ما قال مول الدارنيس قال بلي صافي راه طلق ليه الكرا ومشى تحول شي مدينه اخرى. وهادشي اللي كان قال ليه حمد بن بعد ما فاق من داك المسكن بدا كيحس براسو بشويه، بدا كيحاول يتحرك. الطبيب دخل عنده بدا كيسول شي اسئله، كيبقى يجي شويه انا فين، اش كندير هنا. عادي شخص 8 ايام ومغيب هاد الاسئله كيطرحهم ما كيبقاش عاقل بزاف. غير هي احمد فاش كان كيحاول يتحرك كيحس بشي حاجه ماشي هي هذيك، كيحس
بالجزء السفلي ديالو ما كيستجيبش ليه. كيفاش؟ ما كيديرش معاه شي رده ديال الفعل، او بمعنى اخر ما كيتحركش. كيما توقعتو احمد، ديك الضربه اللي دخلت فيه الطوموبيله ديريكت ضرباتو السلسول، وهادشي خلاه الله يحفظنا ويحفظكم تشلل للاسف. فديك اللحظه ما استوعباش احمد، بدا كيخوج، ما فهمش. الحاجه الوحيده اللي كان كيقول شكون انا، واش كندير هنا، وكيفاش انا ما كنحش برجليا لتحت. هنايا دخلوا ممرضات وداروا لي مسكن اخر. فديك اللحظه غادي يدخلوا الناس ديال الدرك الملكي، بغاو يدخلوا يسولوا يعرفوا شنو اللي واقع ليه، عائلته فين كاينه، واش هو ولا لاباس. ملي مشاو عند الطبيب سولوا على الحاله ديال داك السيد، قال لهم الطبيب باللي السيد باقي في حاله حرجه، وللاسف راه الجزء السفلي ديالو تشلل منه. لهذا حنا عاطينه واحد المسكنات دابا، خليوه على الاقل تيستوعب الامور، تقبل الوضع اللي هو فيه، وديك الساعه عاد يجيو خذوا من عنده ولا طرحوا عليه شي اسئله اللي بغيتو. اما دابا باقي الحاله ديالو حرجه، هو ما قادرش يتقبل بعد حتى كيفاش انه تشلل. وزيدون راه ربما فاقد الذاكره، وهذا الشيء غادي نثبتوه معاه ملي غادي يفيق وملي غيستوعب داكشي شنو اللي واقع عليه. في البدايات راه هادي الانسان ملي كيكون داخل في واحد الحاله ديال الغيبوبه راه صعيب انه يعقل على شي حاجه. داكشي علاش بغيت نعطيه شويه ديال الوقت عاد نعرف واش غير بسبب الغيبوبه ما عقلش على شنو واقع ليه، ولا عنده شي ضرر في الذاكره، حيت كان عنده نزيف داخلي. دابا غادي نحبسو هنايا وغنمشيو لواحد القضيه اخرى. القضيه شناهي اسيدي؟ واحد المكب ديال النفايات، واحد البلاصه كيتلاح فيها الزبل. راكم عارفين الكاميو ديال الزبل كيمشيو يجمعوا الزبل حاشاكم وكيدوه لحو في واحد البلاصه. كيجيو واحد الناس كيهبشوا في هذيك النفايات وكيجمعوا منها الحاجه اللي تقدر تعاود تباع، بحال مثلا كيعزلوا الميك اب بوحده، القراعب بوحدهم، لا كان شي حديد بوحدو، لا كان شي نحاس بوحدو، الحوايج اللي كيتم الاعاده ديال التدوير ديالهم. هذا الاتصال غادي يجي من عندك الناس، يعني من عندك البعاره. هذا الاتصال المفاد ديالو الو السلام عليكم اودي، راه حنايا كنخدموا في النفايات كنجمعوا الزبل، وراه لقينا واحد الشخص طايح تمايا، وراه ربما مصفينا ليه شي واحد تما ولا يحو. الاتصال كان ما واضحش، غير هما الدرك قالوا لديك الناس اللي اتصلوا ما تحركوش من ديك البلاصه، تسنونا تمايا حتى نجيو. بغاو بعدا يتاكدوا من صحه الاقوال ديالهم، واش البلاغ صحيح ولا غير بلاغ كاذب. انتقلوا الناس ديال الدرك على وجه السرعه، مشاو لعين مكان، لقاو الناس هابطين من ديك البلاصه اللي مجموع فيها الزبل وواقفين كيتسناو الناس ديال الدرك الملكي. ملي وقفوا عندهم قالوا لهم السلام عليكم، قالوا لهم عليكم السلام، قالوا لهم واش نتوما اللي اتصلتوا بقسم ديال الدرك الملكي وبلغتوا بواحد القضيه واقعه كذا وكذا؟ قالوا لهم هذوك الناس اللي كيجمعوا الزبل اي يا سيدي راه حنايا اللي اتصلنا بكم. اودي راه حنايا كنا خدامين هنايا، جينا الصباح لقينا واحد السيد وقيلا راه مصفي عليه شي واحد ولا ميت ولا الله اعلم. قالوا لي الدرك بعدا قبل ما نطرحوا عليكم هاد الاسئله يلا معنا ورونا داك السيد فين طايح بعدا، وديك الساعه غادي نكملوا الاستجواب ديالنا. بالفعل دوك الناس تمو غاديين لقدام، والناس ديال الدرك الملكي تابعينهم من مورا، طلعوا في واحد البلايصه بحال الجبل، تمو غاديين هابطين واحد الحفره، وقالوا لهم ها هو سيدي راه هو هذا. هنايا الناس ديال الدرك غيتصلوا بالنيابه العامه، والنيابه العامه غادي تصيفط الناس اللي غيتكلفوا بهذه القضيه اللي هما الشرطه العلميه والتقنيه وكذلك الشرطه القضائيه. جاو بجوج بهم في نفس الوقت لان المسافه كانت بعيده. وصلوا لعين المكان وبدات الشرطه العلميه الخدمه ديالها هي الاولى، كتحاول تقلب على شي دليل وعلى شي حاجه اللي تعاونهم في البحث، تعاون الناس ديال الشرطه القضائيه في الوصول للجاني او للجنات. لحد الان باقي ما معرفش شكون هذا الشخص اللي دار هذا الشيء وعلاش دار في داك الشخص داك الشيء. حتى لهنا بداو التحقيقات ديالهم، طوقوا المكان، الناس ديال ديك الدوار كاع تجمعوا، كلشي كيشوف تما، والاسئله مطروحه في راسهم. شكون هو هذا الشخص وشكون اللي دار في ديك الحاله؟ ملي سالات الشرطه العلميه هزوا داك الشخص وحطوه في السياره ديال نقل الاموات وداو للمستودع باش يدار ليه واحد التشريح ويعرف السبب ديال الوفاه ديالو. كملوا الخدمه الشرطه العلميه كما قلنا، جات كذلك الشرطه السينوتقنيه دارت واحد البحث بالكلاب المدربه ديالهم، كيقلبوا لعل وعسى لقاو شي حاجه تاني اللي تعاونهم في هذا الشيء، ولكن ما لقاو والو، ما لقاو حتى شي اثار ولا لقاو شي دليل. بهذا غتبدا الخدمه ديال الشرطه القضائيه. شنو هي الخدمه ديالها؟ اول حاجه غادي يقوموا باستجواب دوك الناس اللي لقاوه في الاول، يعني دوك الناس اللي كيبحثوا في النفايات. جاو عند الاولاني قالوا ليه قول لينا كيفاش لقيتوا هذا السيد؟ قال لهم ديك السيد اللي كنجمع الزباله ودي انا كنجي في الصباح بكري
كنحاول نجي انا الاولاني باش نحاول نجمع داك الشيء، نجي قبل ما يفيقوا الاخرين. جيت تقريبا مع ديك 6 ديال الصباح، جاي كنقلب بالبيل ديالي، طلعت ديك الجبيل وهبط ديك الحفره اللي كيحطوا فيها الكميوات الزبل. كنقلب جمعت مزيان تا وصلت ديك 7 الصباح. بدا كيطلع شويه النهار والضوء بدا كيضوي. طفيت انا البيل ديالي، بقيت غادي كنقلب وواحد اللحظه كيبان لي واحد الشخص طايح تمايا. انا جاتني عجب، بحال اللي كذبت عينيا. كنقول واش انا كنشوف شي واحد طايح تما ولا كذبت؟ فعلا زدت قربت، حتى كيبان لي واحد الراجل طايح وعيني خارجين والكشاكش خارجين لي من فمه. تما عرفت باللي كاينه شي مصيبه واقعه في ديك البلاصه، واقعه شي كارثه في ديك الكاريان. داكشي علاش عيطت على واحد الدري كان معايا، قلت لي وا فلان تعال تشوف اش كاين. وشاف داك المنظر اللي شفته بعيني، وهو نيت لا عيط واتصل بكم. وهي ديك الساعه فاش جيتو الشرطه القضائيه دازوا التحقيق مع داك السيد، حقوا معاه تا هو، وكانوا الاقوال ديالو متطابقين. يعني داكشي اللي قال الاولاني قالوا حتى الثاني. قبل ما يصيفطوا داك الراجل مستودع ديال الاموات، قلبوا وربما يلقاو شي بطاقه اللي كتثبت الهويه ديالو، يعرفوا شكون هو. ولكن المشكل ما لقاو لا بطاقه لا والو. يعني داك الشخص لحد الان باقي مجهول. هي كاينه طريقه من الطرق باش تثبتوا الهويه ديالو، ولكن البطاقه الوطنيه كتسهل المأموريه وكتسرع في البحث باش يعرفوا الفاعل او اللي داروا هذه القضيه. ولكن ما لقاوش عنده البطاقه الوطنيه. هنا غيدوزوا الخطوه الثانيه، الحاجه اللي ربما تقدر تساعدهم. كما قلت لكم الناس الدوار تجمعوا في ديك البلاصه، ملي سمعوا شي واحد مصفينا لي في الكاريان، جاو اول حاجه سولوا المقدم ديال دوارتهم، قالوا لي بغينا نسولوك. هادو ناس ديال دارك كيسولوا المقدم، قالوا لي واش هاد وجه مألوف عندكم، واش عمركم شفتوه؟ كانوا خادوا لي تصاور الشرطه القضائيه تما في اي المكان. ولكن المقدم كيقول لي ودي راه ما شفتش. ولكن بلي نسول شي وحدين ناس قدام في الدوار، جابوا ثاني شي ناس اخرين من الدوار سولوهم وراهم تصاور. ولكن حتى واحد ما قال بلي داك الشخص من الدوار عندهم، يعني غريب على ديك البلاصه اللي ساكنين فيها. وبهذا حتى هاد القضيه ما نفعتهمش، يعني شكون هو داك الشخص الله اعلم. تم رفع البصمات ديال داك السيد ودخلوهم باش تعرفوا على الهويه ديالو عن طريق السيستم. وكذلك خرجت النتيجه ديال باش توفى داك السيد من عند الطبيب الشرعي. قام التشريح ديالو وقال بلي السيد مات عن طريق الخنق، كان دفاع عن النفس. ولكن داك الشخص قدر انه يلوي يقنب على عنقه وخنقوا بها، تدموا الامانه امانته وتم الحمل ديالو. وربما لاحوا في هذيك البلاصه في ديك المكب ديال النفايات. وهذا الشخص اللي لاحوا تما كان عارف باللي من بعد واحد المده كيتم معصر ديك المكب ديال النفايات، يعني كيبريسيو. قال ربما غادي نلوحو تم غيطلع لي الزبل وغيوليو مبريسين ديك النفايات وما يسيق لي شي واحد الخبار. ولكن الروح عزيزه عند الله، وكاينين شي مرات حاجه بسيطه كتبين الحقيقه، واللي غتبين الحقيقه ديال هذا النهار غتكون صادمه وما توقعها حتى شي واحد. كما قلت لكم خداو البصمات ديال داك السيد وداروهم في السيستم. بهذا غتخرج الهويه ديال داك الشخص، الاسم والنسب ديالو كان حمد حريشه. حمد حريشه. غتقولوا لي كيفاش هاد حمد حريشه؟ قلتي لنا مصطفى في الاول باللي داك الشخص اللي ضرباتو طوموبيل راه لقاو البطاقه الوطنيه في جيبو وسميتو حمد حريشه. وهذا فاش خداو البصمات ديالو وداروهم في السيستم تا هو طلع حمد حريشه. على هاد كاين جوج اسماء وجوج ديال الكنيات بحال واش من العائله ديالو. هاد القضيه ثارت شبهه بالنسبه للناس ديال الدرك الملكي. الدرك الملكي جاتهم عجب هاد القضيه، كيفاش جوج اسماء متشابهين الا كانت شي حاجه ماشي هي هذيك. هنايا دابا غنرجعوا للقضيه الاولى، حيت هاد القضيه وقعت في نفس البلاصه فين ضرب السيد وفين لقاو السيد ميت، يعني متقاربين مع بعضياتهم واللي مكلفين بهاد القضيه هما نفس البلاصه. هذا الشيء علاش غادي يرجعوا عند داك الشخص في السبيطار. اول حاجه رجعوا عند الطبيب سولوه على الحاله ديالو، قال لهم الطبيب الحمد لله الحاله ديالو راه استقرات، دابا راه ولا مره كركب الكروسه وكيخرج يطرشوا البرد وكيرجع، يعني ولف على الكروسه. قال لهم الطبيب الحمد لله الحاله ديالو استقرات، على الاقل قدر يتقبل انه تشلل من تحت. غير هو الحاله النفسيه ديالو باقا صعيبه شويه وباقي ما عاقلش على داك الشيء اللي طاري ليه. قالوا لي نزل دارك واش نقدروا نشوفوه، واش نقدروا نسولوه. قال لهم ايه مرحبا تقدروا دابا تهضروا معاه. دخلوا عنده الناس ديال دارك قالوا لي السلام عليكم. قال لهم عليكم السلام. قالوا لي كي بقيتي شويه؟ قالوا لي يا ودي بقينا الحمد لله شويه. قالوا لي تقبلت شي الامر ديال انك. قال لهم هادشي كتبوا لي الله ماشي مشكل.
قالوا ليه واش تعاود لينا كيفاش طرا لك ديك النهار؟ قال لهم يا ودي انا كنت في واحد القهوه الفلانيه، شربت قهوه وملي تميت غادي خارج كنشير على ترونسبور باش يديني، ولكن ديك ترونسبور حتى واحد ما بغى يوقف ليا، لا طاكسيات لا والو. داكشي علاش انني قررت نتمشى على رجليا حتى الدوار فين ساكن، وانا غادي كندير اوطوس واحد اللحظه بان لي واحد الضو جاي ضرب هذاك مول الطوموبيل الفار، ضرب لي في عيني، عيت من الشيء اللي العوض ميدوز من الشانطي ويمشي بحالاتو، داز في البيس دخل فيا وانا صافي تما بقيت عاقل لا والو. تجابوني هنا وقالوا لي راني تشلت. قالوا ليه شنو هو الاسم واللقب ديالك؟ قلت لهم ودي ما عاقلش. قالوا لي كيفاش ما عاقلش؟ انت عقلتي علاش طرا لك وما عاقلش على سميه وكنيه؟ قال لهم ما عاقلش. قالوا لي لقينا في البطاقه الوطنيه ديالك احمد. قال لهم ما عاقلش. هنايا ترت شي به داك الطبيب اللي متبع الحاله ديال داك الشخص اللي ضربته الطوموبيل، شاف واحد الرده ديال الفعل فاش دخلوا الدرك الملكي عنده تغيرت بحال اللي تخلع وما بقاش نفس الحاله اللي كان كيجي فيها عنده ديما. راكم عارفين فاش كتدخلوا لشي بلاصه ولا كتكون كذاب وكيسولك شي واحد كترتابك شويه، وداك الشيء اللي وقع عليه. المهم دارك ما استافدوا والو من ديك القضيه. قالوا لداك السيد مريض عافاك راه بغينا البصمات ديالك باش نكملوا الملف ديالنا ونصدوه. قالوا لي حنا عارفينك ما تقدرش تجي حتى البريكاد، داكشي علاش عطيهم لينا هنا. قال لهم ماشي مشكل، هاك خذهم. خدوهم داروهم في السيستم وتبين لهم انه ما سميتوش احمد، سميتو فتاح بن فلان. طلع لهم العنوان ديالو، مشاو سولوا عليه العائله ديالو، لقى العائله ديالو حتى هما نيت دايرين واحد البلاغ ديال الاختفاء لفائده العائله، باللي خوهم راه خرج من الدار وما بقاش رجع، وراه دابا اكثر من 15 يوم هما كيقلبوا عليه. داو العائله ديالو قاموا تحقيق معاهم، بغا يسولوهم فين كان خوهم، فين مشى اخر مره، واش قال لهم شي حاجه. وهي تقول لي الاخت ديالو عاودي خويا ما مجوش في العمر ديالو 60 عام. خويا كان عندنا شي بلادات خلاهم لينا با، وداك النهار راه قبل ما يمشي قال لي ودي انا راه غادي عند واحد السيد سميتو احمد على قبل واحد الغرض ديال واحد البلاد، ومن تما الى يومنا هذا ما بقيناش شفناه. قال له واش يمكن تقول لنا احمد شنو لكنيتو؟ قالت لي ما ودي كنيه انا ما عارفاش، ولكن راه كتكون في الدوار فلاني في واحد البلاصه بعيده شويه على الدوار ديالنا. الناس ديال الدرك واخا ما عرفوش الكنيه ولكني عطاتهم السميه ديال احمد، هو نفس الشخص اللي لقاوه مصفينا ليه في هذاك المكب ديال النفايات، ونفس الاسم والنسب ديال داك الشخص اللي لقاوه في المكب النفايات كانوا في جيب فتاح اللي ضرباته الطوموبيل. بهذا قرروا ان الناس ديال دارك يديروا واحد الخطه، مادام داك اللي في السبيطار كيقول باللي فاقد الذاكره وما عاقل لا والو، قرروا انهم يديروا واحد الخطه. هنايا واحد من دوك دارك غيلبس واحد الزي ديال الطبيب وغيبقى مره يدخل عندك اللي ضرباته الطوموبيل، كيدخل كيسولو كيبقى يجي لاباس عليك، بقى غادي معاه بحال هكا ايام وكيمشي ويجي. واحد النهار ويغوت فتاح، فاش غوت داك الدراكي هو لابس الزي ديال الطبيب فتاح بغى يشوف داك المريض واش غيتلافت ولا لا. وحنا عارفين فاش كيغوت شي واحد ولا ما كيغوتش علينا ولا كانت السميه كتشابه كنتلافتو، وبهذا طاح في الفخ فتاح اللي ضرباته الطوموبيل وتلافت ليه. وبهذا الشيء تبين انه ما فاقدش الذاكره، غير كان كيتبوهل عليهم. هنايا جا ديريكت قال لي عيتي ما تهرب وعيتي ما تمثل علينا، دابا طاحتي في الفخ، دابا ما كاين لا فقدتي الذاكره لا والو، وكل ما كانت الحاله الصحيه ديالك حرجه كنتي غتشوف معنا شي حاجه اللي ما عمرك شفتيها. داكشي علاش حنا دابا معاك تتصح على خاطرك، هذا فاش غتجي عندنا تقرب كاع داكشي اللي عارفيه. فتاح عرف راسو صافي حصل، تحط امام امر الواقع. درك الملكي داروا عليه المراقبه، حتى واحد شخص بقى حاضي تداز واحد الشهر صح شويه وما يديوه يحقوا معاه. دوب كروسو ودخلوا غرفه ديال التحقيق باش يقوم بالاستنطاق ديالو. ديك المده ديال الشهر صافي فتاح كان تقبل الامر، ما بقاش قاد ينكر، وبدون مقدمات او اطالات دخل معاهم في صلب الموضوع ديالك. قال لهم اش كاين؟ قال لي مودي داك السيد كلي لي رزقي. قالوا لي كيفاش كلا لك رزقك؟ قال لهم انا كنسبعت واحد البلاد وبغيت نمشي نشري واحد البلاد اخرى، لك خونا كان هو السمسار هو الوسيط اللي غيتوسط ليا مع واحد الشخص. قال لي يعطيني العربون. قلت لي تنمشيو عند مول البلاد ونعطيك العربون. قال لي لا مول البلاد قال لك ضروري تحط لي العربون نعطيه لي انا، عاد ديك الساعه نكملوا الاجراءات ديال البيع. قال لهم انا تاخذت فيه عطيته 5 المليون. هو نكرني ملي كنت كنعيط ليه كنقول له يعطيني فلوسي ولا يلا نكملوا البيع والشراء ديال الارض، كيبدا يتهرب مني. واحد النهار صافي انا حقت طلع لي الدم، عاودت عيطت ليه بالليل قلت لي وا فلان وحامي
الله يرحم لك الوالدين عطيني فلوسي، راه ما بقيت قاد على مشاكل. ولكن هو قال لي الا بغيتي فلوسك اش غدير؟ جا عندي البلاصه الفلانيه. ديك البلاصه كانت حدا واحد المكب نفايات، كان كيسكر تمايا. مشيت عنده انايا، مشيت في داك الشتا، حطني الطاكسي تم ودخلت على رجليا. ملي دخلت عنده جبت لي 50,000 ريال. انا عاطي 5 المليون وجبت لي 50,000 ريال. بدا واحد النقاش بيناتنا، النقاش كبر، هو سكران شنق عليا. انا في لحظه ديال الغضب ولحظه ديال الشمته كان عنده واحد القنه في جيبي، ضربته بكروشيه ومع هو سكران دورت لي هذاك القنب على عنقه وصيرته مزيان تدم الامانه امانته. ملي شفت راسي صفيت لي واستوعبت صافي تلفت، بقيت عارف اش غندير، ولقيت ان الحل الوحيد هو انني نهزو ونلوحو في ديك المكب النفايات لعل وعسى غطاه الزبل وما عرفوش واش حي ولا ميت. حتى ديك الريحه ديال الزبل كانوا واخا يتحلل ما غاديش يشمو حتى شي واحد، كانت الريحه كريهه تما. وداك الشيء هزيت الوثائق ديالو وتليفوني وخشيتهم في جيبي. وهي فاش كنت غادي بحال هادي بدات كتصب الشا، انا غادي وكندير اوتوستوب لعل وعسى وقف لي شي واحد وصلني الدار في الساكن. تاتم جاي داك من الطوموبيل ودخل فيا وطرا لي ضرا. بهذا اعترف فتاح بالمنسوب ليه، اعترف باللي في لحظه غضب اخونا دا لي فلوسو وداك الشجار ما عقلش على راسو تصفى عليه ولاح في داك القنص. ومن بعد الاعترافات ديالو عند الدرك الملكي تختم داك المحضر وتحال القضيه التحقيق. اعترف بالمنسوب ليه ثاني فتاح تمايا، ومن بعد تحالت القضيه للمحكمه وتحكم يبقى مشدود مدى الحياه. ومن غير هادشي بقى محكوم عليه ثاني مدى الحياه في كرسي كيمشي ويجي عليه تشلل من رجليه. كانت الحاله ديالو صعيبه بزاف، دوز المده السجنيه ديالو كيعاني. ومن بعد السيناف تم مراعاه الحاله ديالو الحاله الصحيه وداز من مدى الحياه المحدد وتحكم عليه ب30 عام وباقي يدوز فيها دابا. ونهاية الخوت كتسالي القضيه ديال هاد النهار وحلقه ديال هاد النهار. وندوزو القضيه الثانيه. القضيه الثانيه غتبدا من عند واحد الشاب من العائله لاباس عليها سميتو فؤاد طنجي. هاد فؤاد كان خدام مع الاب ديالو، كان السن ديالو 25 عام. واحد النهار عيا شويه وقال الاب ديالو راه ما كراش نتسرح، عييت بزاف من الخدمه، داكشي ما كراش نمشي شي عروبيه نتسرح شويه فيها وناخذ شويه ديال الوقت. الاب ديالو كان عنده علاقات وكان عنده واحد صاحبه عنده واحد الفيرما زوينه فيها الفواكه مال الدواء طاب، الدنيا خضراء، الماء موجود، البيسين وما يزيدوا على ذلك. ونيت فؤاد كان فيت ماشي مع الاب ديالو ديك البلاصه، داكشي علاش عاجبها هذيك القنت. قال باه ما كراش نمشي ناخذ تما شي يومين ولا 3 ايام نتسارع عند دوك الناس، ودوك الناس نيتا وناس طيبين. دوك الناس مالين ديك الفيرما الخدمه ديالهم هي الفلاحه، عندهم دار كبيره واحد الفيلا على شكل قصوره. مهم الاب ديال فؤاد اللي سميتو دريس طنجي قال ليه صافي يعني كون هاني انا غنتصل بهم نحدد لك الموعد ديالهم باش تمشي عندهم. با داكشي اللي دار عيط دوك الناس قال لهم ودي راه ولدي جي ارتاح عندكم هاد الايامات واش يمكن يجي؟ قالوا لي يلا يا ودي خيرك سابق وولدك خيره سابق علينا اكثر، الا بغى يجي مرحبا به، وفي حالات كاع ما كانش مرتاح حنايا نخليو ليه الدار ونمشيو لبلاصه اخرى حتى هي يبغي يمشي بحالته هو ورجعوا حنايا. الدريس طنجي كان لاباس عليه وكان عنده علاقه ديال الخدمه ما بين هاد الناس اللي غادي عندهم هاد فؤاد وما بينه هو، يعني داكشي كله مصالح. مهم وصل داك النهار فؤاد جمع الباليزه ديالو ومشى بالطوموبيله الفيرما ديال داك خوتنا، جلس تمايا مرتاح كياكل ويشرب. النهار الاولاني تار الانتباه ديالو واحد الدريه زوينه عجباتو من الوهله الاولى، عشقها، حاول يتقرب لنا ولكن ما عطاتوش فرصه، ما تسوقاش لديك الدريه، عيا ما يتقرب لها. ولكن فيما كيهضر معها كتقول لي مرحبا سيدي، كتوجد لي ديك الفطوره الماكله ديالو كتحطها ليه وكتمشي بحالاتو. فؤاد جاتو ديك الدريه بدل على جميع الدريات اللي تعرف عليهم، دريه معقوله ودريويشه، حاول تقرب منا بجميع الطرق ولكن كانت كتسدو، كانت كتبعدو عليها. دريه كانت محافظه وصينا راسها. فؤاد ملي ما وصلش الانجازات ديالو وبات لي دريه الله يعمر لها الدار، قرر انه يدوز من طريق اخرى، خصوصا انه عشق بزاف. ولا ديك الفيلم ديال دوك الناس كيخب 15 يوم وكيجي تاني يومين، خب واحد شويه ويجي تاني يجلس، ولا ديما غادي جاي عند دوك الناس. مهم معايا ما يتقرب منه والو، ما عقلاتش عليه. داز الطريقه الثانيه اللي هي انه معقول، بما انها هي معقوله اذا المعقول هو اللي غيقضي فيها. مشى عند الاب ديالو قال لي الاب ديالي الله يجازيك بخير راه بغيت نقول لك شي هضره. الاب ديالو قال لي مرحبا
مرحبا وليدي، شحال بالخاطر؟ انت ما عارفين العائله ديال البريستيج؟ سيدي فؤاد، الحاج دريس، طبقيه البريستيج. قال لي سي الحاج الله يجزيك بخير، انا راه ناوي نكمل ديني. قال لي مرحبا ولدي، هذاك هو النهار الكبير اللي يا سي فؤاد. شكون هاد بنت الناس؟ شكون هاد العائله الموصونه اللي غادي نتناسبوا معها ان شاء الله؟ قال لي فؤاد، اش غادي نقول لك يا ابي؟ الحاج سيده الله يعمر ليها الدار، معقوله ودرويشه. ويقول لي باه ما ولدي معقوله مزيان، ولكن ما قلتيش لي النسب ديال عائلتها. باينين شي عائله غتكون راقيه ان شاء الله. واش بناني ولا سميرس؟ قال لي ما البناني ما السميرس، هذه الخدامه اللي في الدار ديال الفيرما اللي كنمشي لها. با غير سمع الخدامه. قال لي وتقول واش تزوج بديك السيده؟ واش انت هبيل؟ انت عارف راسك من اسره راقيه هاي وانت باغي تزوج لي بالخدامه؟ لا، هذيك هي اللي ما عمرها تكون لك. شوف ولدي الله يجزيك بخير، حنايا اسره عريقه وناس لاباس عليهم، ما تناسبوش مع ناس فقراء وما عندهمش. قال لي هذه هي اللي ما عمرها تكون. سير. فؤاد كان داير لي با واحد المشروع، يعني عنده اكتفاء ذاتي ماديا، ولكن هو ما كرهش رضا والديه يوافقوا ليه على الزواج ديالو بديك السيده. معقوله المال ماشي هو كل شيء، وهي بنت الناس، هو ما غيتزوجش بفلوسها، غيتزوج بها هي. سيده درويشه وما كتهش راس، داكشي علاش ما كاينلاش يعكس ليه في زواجو. عيا مع الاب ديالو، كيخب تاني سيمانه وكيرجع عنده كيقول لي با يا ابي ارجوك يا ابي فلتجعلني اتزوج بي. كيقول لي با وتقول هاد القوله ولدي الهضره، ولدي ما تقولش لي هاد الهضره، انت هاي هما طبقه ماشي هاي. اذا خذ لك اللي يناسبك، خذ لك اللي عجبتك، اللي حطيت على العين باش نزوجك ليها، ولكن يكونوا في المستوى ديالنا. فؤاد من ديك الدريه ما خلق الحب من اول نظره، بغاها المعقول، بغاها تكون ام ولادو. داكشي علاش ملي ما بغاش ليه با داكشي قرر انه يسلك الدرب الاخر، يدير داكشي اللي قال لي راسو. واحد النهار مشى عندك الخدامه اللي سميتها فاتحه. قال لها فاتحه، انا راه بغيت نقول لك شي هضره وبغيت نسمع منك جواب. قالت لي فاتحه مرحبا شحال بالخاطر يا سيدي، نجيب لك شي قهوه ولا نطيب لك العشاء؟ قال لها لا، ما هادي. قلت لي شنو الحب بالخاطر؟ قال لها شوفي انت عجبتيني وانا ناوي المعقول، وإلا قبلتي عليا راه غنجي لداركم نخطبك. فاتحه ما ترداتش. السيد ما قال حتى شي كلمه ديال العيب، عنده حقه في الزين ميسور، يعني غيكون بها. قالت لي اش غادي نقول لك؟ جيب والديك ومرحبا بك. قال لها هذا هو المشكل عندنا ان والديا ما قابلينش على زواجي، وانا بغيتك، انا قاد براسي وما محتاجش الوالديه يوقفوا معايا شي حاجه، لا ماديا معنويا ولكن ماديا راه قاد براسي. قالت لي اش غادي نقول لك ولد الناس؟ انت مادام باغي المعقول وقاد براسك، انا ما غادي نزيد غير الخير والاحسان. الا بغيتيني دار والديا راه كاينه في البلاصه الفلانيه، جي حدد معايا موعد وانا نهضر معاهم، وديك الساعه لا بغاو ما يكون الخير ان شاء الله. قال لها مرحبا، ما قلتي كلمه ديال العيبه فاتحه، دابا حد لي الموعد مع والديك وراه ما يكون غير خير ان شاء الله. فاتحه داك النهار غتاخذ هاد الاجازه من عند دوك الناس اللي خدامين معاهم. قالت لي مودي راني باغي نمشي نقضي واحد الخراط عند والديا، واش نقدر نمشي؟ دوك الناس طيبين ومعقولين. قالوا لها ماشي مشكل، نهار تبغي قولها لينا وحنايا راه غادي نخليوك تمشي ولا نوصلوك فين بغيتي تقضي الخراط. قالت لهم لا ماشي مشكل، وصلوني غير المحطه وانا راه غادي نمشي عند والديا نقول لهم واحد الخبار ورجع بحالاتي عندكم الغد ليه. قالوا لا واخا. نيت الشيفور ديال ديك الفيرما وصلها للمحطه، ركبات مشات عند والدها، جلست مع الام ديالها، قالت لها الوالده راه غادي يجي يخطبني واحد الدري وراه بغيت نحدد الموعد اللي غادي نقولوا ليه. الام ديالو قالت لها ماشي مشكل، غنتشاوروا مع باكم بالليل وما يكون الخير. جا الاب ديالها قالوا ليه راه دريه بنتنا باغي يجي واحد الدري يخطبها، باتو والله يعمر لي الدار، هما عائله درهوش، ناس معقولين فقراء على قد الحال، عايشين بداكشي اللي قسم الله، ما خصهم صداع ما خصهم مشاكل. مهم قادت الامور ديالها، اتفقت مع والديها وحض النار. دابا اللي بقى لها هي انه خاصها ترجع الخدمه في الخدامه، تلاقى مع السيد اللي هو فؤاد الطنجي، تقول ليه راه والديا موافقين وكيتسناوك غير تجي عندهم. ركبات في واحد الخطاف وصلها للمحطه، من المحطه ركبات جات المحطه الاخرى، شدات ثاني واحد الطاكسي جات عند الناس في الفيرما اللي خدامه عندهم، بقات خدامه على امل انه يجي غريس الغفله، يجي باش تقول ليه الموعد اللي غيجي فيها عند والديه.
داز واحد 3 ايام فؤاد ثاني جا الفيرما. مول الفيرما حس باللي كاينه شي حاجه ماشي هذيك، كاينه شي حاجه كدور من موراه تمايا، كاينه شي حاجه مهم. ولد ريستان شوي لاباس عليه وما يقدرش يقول لي شي حاجه شي يحبس ولده يقول لي ما تبقاش تجي عندي، ما يقدرش. خلى الامور غاديه هكاك، قال لها راه كان تيكون خير ان شاء الله تيح الله. مهم فؤاد تلاقى مع فتيها، قالت لي شوف الوليد راه هضرت معاه بو الوالده وقال لي الا السيد كان باغي المعقول يجي مرحبا به عندنا نتفاهموا ورا ما يكون غير الخير. داكشي اللي كان تا هو قال لها شوفي دابا مكاينلاش تبقاي خدامه عند هاد الناس، انا غادي نجي نخطبك من داركم ان شاء الله من هنايا السيمانه. تا دابا جمع حوايجك علمي موالين الفيرما، قول لي ما ودي انا صافي انا راه قررت انني نتزوج وما يكون غير الخير ان شاء الله. داكشي اللي دارت مشات عند المراه مولات الفيرما قالت لها اش غادي نقول لك لاله، انا راني قررت انني ما نبقاش خدامه عندكم. قالت لها مولات الفيرما وعلاش بنتي، واش حنايا مقصرين من حقك، واش مخلين شي حاجه ما عطيناش لك، واش عطينك تماره، ياك داكشي اللي كتقدي عليه واللي كديريه وزيدون جيبين لك خدامه اخرى كتعاونك، علاش بغيتي تمشي؟ حنا باغينك وبغيناك تبقاي معنا، واش لقيتي شي خدمه اخرى بشي ثمن اكثر من هادشي اللي كنخلصوك نعطيوك غير بقاي. قالت لها ودي علاش غادي نقول لك لاله، راه جا فيا واحد ولد الناس باغي يخطبني، داكشي علاش قررت انني نجلس في الدار. وقالت لها مولات هذيك الفيرما وهاد الهضره راه زوينه والله يسهل لك، حنايا ما غاديش نحبسوك على ساعدك، سيري الله يعاونك والله يسر لك. تا دابا غادي نهضر مع الشيفور هو اللي يوصلك، وقبل ما يوصلك جي عندي ان شاء الله، انا نعطيك واحد الامانه تعاوني بها على الزمان معاك ومع والديك، وباش يجي عندك السيد اللي غيتزوج بيك تكوني موفره ليه شويه د الشروط. قالت لها الله يكمل عليك بالخير لاله معقوله وبنت الجود. قالت لها هذا واجب، هذا واجب يا بنتي، ما هو الامور تقادات بحال هكا. عطات هذاك الشيء اللي قسمت الله، ركبات مع الشيفور دا المحطه، من المحطه ركبات في الكار مشات عند والدها كملات عند خطاف. ديك الدريه كانت ساكنه في واحد الباديه بعيده شويه، والطريق ديال الطوموبيل كانت صعيبه شويه، داكشي علاش كانت خاصها تضرب واحد المسافه. المهم داز داك التوقيت بقات جالسه في الدار توصل الموعد اللي غادي يجي فيها العريس ديالها. نعتات ليه قالت لي سير عند فلان مول فلان مول الحانوت اللي في البلاصه الفلانيه وهو غينحت لك الطريق، وديك الساعه جي عندنا ديريكت. قال له واخا ما يكون غير الخير ان شاء الله. جا نحت لي مول الحانوت، دخل عند والدين الدريه، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيداير لاباس؟ الاب والام ديال الدريه كيلاحظوا باللي الدري جاي بلا والديه، ولكن راه ما غاديش يقدروا يخسروا ليه. داكشي علاش جلسوا معاه في الطابله وبدا الحوار بيناتهم. قال لي نسيبو، بغيت نسولك وليدي وما ديرش مني قله صواب. قال لي فؤاد سول سيدي سول. قال لي علاش والديك ما جاوش معاك؟ قال لي اش غادي نقول لك، الام ديالي الله يرحمها، اما الاب ديالي ما وافقش على الزواج، وانا باغي بنتكم على سنه الله ورسوله. انا قاعد براسي، قاعد بخدمتي، عندي مشروعي، وانا محتاج الوالد ديالي يوافق، انا محتاج نتزوج على كانتو. انا بغيت بنتكم وانا بغيتكم تتوما تبغيوني، غنعيشوا هاني وغنعيش معززه مكرمه. الاب ديال فاتحه كيشوف الدري ما قال كلمه ديال العيب، ومادام بغى الدريه الله يسهل ليه. داكشي علاش قال لهم فؤاد شوفوا انا قررت انني نعيش معكم في هذه البلاصه، ماشي نعيش معكم ديما، ولكن غادي نبني واحد الدار غادي نولي نجي عندكم بنتكم فيها، نمشي نسير الشركه ديالي ونمشي نعيش معكم هنايا. قالوا لي كيفاش وليدي؟ قال لهم انا عجبتني هذه البلاصه هنايا والهواء النقي لي فيها، انا غادي ندير واحد البير وغادي نبني واحد البسيت فيلا غنعيش فيها. قالوا لي ماشي مشكل، الله يكمل بالخير. قال لي ما غير هي قبل ما نتزوج بنتكم حتى تكمل الدار هنايا، ديك الساعه غنضربوا البيض في الكحل ونقادوا الامور ديالنا ونديروا العقد. قالوا لي واخا سيدي مرحبا. قال لهم ولكن دابا غادي نقصدر عليكم شويه، وبغيتك انت نسيبي تكلف لي بالاغراض ديال هاد الفيلا انت اللي تبني عليا. قال لي مرحبا ولدي، انت امر وانا ما عليا الا نطيع. صافي داك السيد فؤاد ولد طنجوي عطاه الفلوس وبقات غادا الامور بحال هكاك. ديك الفيلا كملات، فلوس كاينه، فلوس موجوده، ما كاينش حاجه سميتو وقف دار البير تما دار عليها الصور. هنايا فؤاد جا باش يكمل الوعد ديالو، تفاهموا على الصداق والنهار اللي غيتكاتبوا فيه. بغات فاتحه قال لي الله يعطيتها في الصداق ماشي مشكل، بركه اللي كاينه عطاها ليا. جبد واحد 6 المليون عطا لها، قال لها هذا هو الصداقه، هي باش تقاد امورها، والكتبه راه من الناس سيمانه
غادي نتكاتبوا ان شاء الله وغادي نجيو نعيشوا في هذه الفيلا حداكم. ديك الفلوس ديال الصداقه فاتحه عطاتها الاب ديالها، عطاتها ليه باش يتعاون بها على الزمان، عوض ما تكسى وتشري اللي غادي يفيدها. هي عطات ديك الفلوس للاب ديالو وخدت غير شي حاجه قليله، شرا واحد 10 البقرات باش يبقى عايش بهم، على الاقل يحاول ينقذهم شويه داكشي من الفقر، وبقى كيعلفهم ويبيع حليبهم وتولدوا ليه يبيع ويشري، والامور بقات غاده بحال هكاك. المهم تكاتبت فاتحه وفؤاد وجا عاش معها في ديك الفيلا اللي حدا الدار ديالو. بقاو على داك الزواج لمده 2 شهرين، امور غاده زوينه، وكانت فاتحه قايمه بالواجب ديال الزوج ديالها على اكمل وجه، مهليه فيه وكاع شروط الزوجيه. من بعد ديك الشهرين فؤاد قرر انه يرجع عند والديه، عند الاب ديالو، يحطو قدام امر الواقع، يقول لي ودي انا نتزوج صافي، خليني نجيب مراتي ونعيشوا هاني. بغى يحطو امام الصوره. مشى فؤاد عند الاب ديالو وقال لي راني تزوج، ولكن الاب ديالو ديك الساعه صافي سخط حقد. قال لي شوف ولدي، ها السخط ها الرضا، ديك السيده ما خداماش لك، وانت دابا لا بغيتي تبقى ولدي وتبرع برزقي سير طلقها وانا غنجوجك باي وحده بغيتي. فؤاد كيشوف باللي المشروع اللي عايش به غادي يمشي ليه، وباه غادي يسخط عليه، والورث ما غاديش يشدو، وهو اللي عاد والديه. هنا يقرر انه يسمع الكلام باه ويدير بريه. فاتحه كتسنى في الزوج ديالها يرجع، وليني غبال لي الاثار. دازت شهر كانت عارفاه باللي بحال والو غيكون بدل الرعي وما بقاش باغيها. ومن بعد شي شهور غادي يجي فاتحه الورقه ديال الطلاق، ويجي معها واحد الشيك ديال التعويض اللي القيمه ديالو 5 المليون. فاتحه في ديك الوقيته ديال اللي جاتها ورقه ديال الطلاق بدات كتحس براسها ماشي هي هذيك. ملي مشات عند الطبيب لقات راسها حامله، ولكن كانت عارفه باللي ديك الزوج اللي غادي تقولها ليه ما يستاهلش يعرف بولدو. داكشي علاش ما قالتهاش ليه، بقات كتواسي فهمها وبقات شاده بيدها حتى ولدات. ومن بعد ما ولدات واحد ولد عم فاتحه كانت كتعجبو وكان كيكن ليها الاحترام، تقرب لها وكان وقف معاها في ديك المحنه اللي كانت فيها. ومن بعد ما ولدات جا عندها وقال لها اودي انا راه ما كرهتش نتزوج بك، وبطبيعه الحال الا قبلتي عليا. فاتحه قالت لي ماشي مشكل، انا قابله عليك، تزوجوا والحياه بقات غاده بحال هكاك. هاد الوليد اللي تزاد الاولاني كان سميتو دريس، دازت واحد 17 عام، كبار داك الدري، ولاو عنده 2 خوت من الام ديالو. كانت فاتحه مره كتعاود لي على بواه، كتقول لي باللي راه بواه سميتو فؤاد طنجوي وباللي راه خلاه. فؤاد ملي ديك الهضره اللي كتعاود عليه الام ديالو بحال حقد عليه وما بقاش بغى يتسوق ليه، صافي قال مادام هو خلاني وما قالش عليا ما كاينلاش نقلب عليه. بقات الامور غاده بحال هكاك. تدريس ولد فاتحه بغى يدوز الباك ديالو. دابا ملي بغى يدوز الباك ديالو بغى يجيب الوراقي وقاد الامور ديالو، لقى واحد المشكل اللي هو ان هذاك السيد اللي كان بغى يدخله في الحاله المدنيه قيدو في الحاله المدنيه، عطاه وليني ما قيدوش في السجلات، صعيب يدوز الباك. وبهذا كان خاصو ضروري يرفع دعوى قضائيه باش يتم تسجيله في الحاله المدنيه. ولا بغى دير هذه القضيه ضروري كان خاصها تشد محامي. ولد عم فاتحه قال لها باللي راه كاين واحد محامي زوين وتعولي عليه، ناضي ومعروف. هذا المحامي كان سميتو مضايفي علال، حنا نبقاو نقولوا له علال ولا نقولوا له غير المحامي. هذا المحامي تفاجأ باللقب اللي عند الدري دريس اللي هو دريس بن فؤاد طنجوي. محامي تار انتباه ديالو هذا الاسم. المهم الامور بقات بحال هكاك. دازت سيمانات قليله، محامي عجل الامور حيت كان عارف باللي الدري خاص يدوز الباك، وتم ادراجه في الحاله المدنيه. يعني جاب ليه الوراقي، نض ليه الوثائق ديالو، عيط على موت دريس قال له ودي راه صافي راه طريطيت لي الامور، دابا راه كلشي عنده ريقل. الام ديال دريس جات غريبه هذه القضيه، بالسربه تصايب داكشي حتى هادشي كاع عندنا الامور كتاخذ هذا المجرى. وفؤاد بلا ما يلقى مشكل بقات الامور. المهم مشات الامور بحال هكاك، دازت الوقت. فؤاد جاب الباك ديالو ودارت ليه واحد الحفله صغيره، عمر مشات على ما يرى، تحول من تما المدينه ولا كيقرا في المدينه. واحد النهار دريس صاح مع واحد الدري ولا كيمشي معاه للدار ديالو. واحد النهار الاب ديالو اللي كان خدام ضابط قال لي قدم لي ولده وقال لي هذا راه دريس طنجوي، دري صاحبي، دري ويشو كيقرا معايا. هذاك الضابط كان انتباه تانو ديالو هذا الاسم، حيت هاد طنجوي كانت واحد العائله لاباس عليها هذا بصح في ديك المدينه، عائله راقيه في مدينه الدار البيضاء. داكشي علاش دار انتباه ديالو، خصوصا ان الاب ديالو كان مات غير في مده قليله، هذه شي سنوات قليله، كان مات بواحد الحادث اللي صعيب شويه، دارت لي واحد الجنازه مهيبه ومشوفها بزاف الناس. داكشي علاش بقى عاقل على الاسم. قال لي واش عندك شي علاقه ما بين فؤاد طنجوي؟ قال لي يا ودي راه قصه ديالنا قصه،
راه ودي راه كان مزوج بالام ديالي 17 عام هادي، وفاش حملات بيا طلقها وخلاني. قال لي ايه مزيان. داك الضابط عنده علاقات، قرر انه ينبش ويقلب على بواتة فؤاد، يقول لي بلي راه الحفيد ديالو كاين لعل وعسى حن فيه، على الاقل يشم الريحه ديال ولدو في ولدو. ولينا ديك الضابط فاش قلب كيلقى الاب ديالو مات، وباللي كاين شي صراع على ولاد عمو على الارث ديال فؤاد وعلى الاب ديالو، حيت ما بقى عندهم تواريث من غيره هو اللي كان عنده في الاولاد. ويجي ديك الضابط عند ولده وقال لي الله يحفظك عيط لي على دريس وجيبيه لي انا. اش عنده دريس؟ وبدا كيهضر مع داك الضابط، قال لي بغيت نسولك واش نتايا خديتي الورث ديال باك؟ دريس قال لي ودي ما خديت والو. قال لي ولكن راني فاش قلبت وفاش بحثت لقيتك بلي مكلف واحد المحامي سميتو علال وعاطينه توكيل عام في كاع الممتلكات ديالك. داكشي علاش سولتك واش خديت شي حاجه ولا لا. قال لي دريس ودي انا ما خايد والو. قال لي دابا سير عند هذا المحامي وسوليه، قول ليه الورث ديالي فين هو. فعلا دريس مشى عند الام ديالو وقال لها اللي كاين. قالت لي يلا نمشي انا وياك. قال لي ما غتمشي معايا والو، عطيني العنوان ديالو خليني نمشي بوحدي. دريس مشى للعنوان ديال المحامي، وقف عند ديك السيده اللي مكلفه بالاستقبال، قال لها الله يجزيك بخير، قولي للمحامي علال راه جا عندهم دريس طنجوي راه باغي يشوفك. الكاتشيبه دخلات عنده، قالت لي ودي راه دريس طنجوي راه كاين هنا بغا يهضر معاه. قال لها قولي لي ما كاينش هاد المحامي هنا. خرجت الكاتشيبه قالت لدريس ودي راه المحامي ما كاينش. قال لها ما كاينش؟ قالت لي ما كاينش. دريس ماشي مشى، هبط لتحت عند الباب بقى كيتسنى فيه. ديك المحامي بقى شحال في الاخر تم غادي باش يمشي لدارو، وهو يلقى دريس واقف عند الباب. قال لي علال وسي علال هذا بغا يهضر معاك بخصوص الورد ديال با. المحامي ملي سمع هاد الهضره تشوكا بحال يتصدم، ما كانش متوقع هاد القضيه نهائيا، ما كانش عارف بلي واحد النهار غادي يعرف. قال لي يلا طلع معايا. كان المحامي ضروري خاصو دابا ينوض شي صداع ولا شي حاجه، كان ضروري بغا يطلعو الفوق يهضر معاه ويقاد معاه الامور. قال لي راني نسيت ما قلتش لكم، راه يلاه ربحت القضيه ديال الورد ديال باك، رجع عندي من الايام وانا غادي نعطيك البركه ديالك. فعلا مشى دريس وداز واحد المده ديال 4 ايام اللي عطاه داك المحامي، ورجع عنده دخل عنده وجلس في البيرو ويجبد لي داك المحامي واحد الشيك فيه شي 20,000 درهم، عطاه ليه وعطاه داك المحامي واحد الورقه باش يسيني فيها. دريس شد ديك الورقه بدا كيقرا فيها، كيلقى فيها بانه غادي يسيني باللي شد كاع ديك الممتلكات من الورد ديال باه. ما بغاش يسينها ليه، لاح ليه ديك الورقه ولاح ليه داك الشيك وناض بحال هاتو. مشى عند داك الضابط بات صاحبه، قال لي اللي كاين واللي كاين واللي كاين. قال لي دابا غادي نصيفطك واحد المحامي صاحبي هو اللي غادي يتكلف لك بديك القضيه. فعلا مشى عنده شرح لي القضيه ديالو بلي هو ولد فؤاد طنجوي بن دريس، وبلي راه كان كلف واحد المحامي وراه ما فهمش كيفاش خد الورد ديالو كامل ولا هو اللي مسيرو. داك المحامي قلب ولقى بلي الام ديال دريس دارت واحد التفويض ولا واحد الوكاله داك المحامي باش يتصرف كاع الممتلكات ديال ولد دريس من الورث ديال الاب ديال فؤاد بن دريس. هنايا دريس قرر انه يرفع دعوه ضده. جات الام ديال دريس باش يسمعوا لها الناس اللي مكلفين بهذه القضيه، ونفات بانها عطات وكاله. اذا تم التحايل عليها وصور شي ورقه اللي خلاتها تسينا. قالت لي مودي انايا جيت سينيت على شي وراقي باش ولدي يتم ادراجه في الحاله المدنيه، وليك المحامي هو اللي ترافع عليه وفعلا جاب ليه. ترفعت القضيه للمحكمه وتم استدعاء المحامي الى انه كان كيرفض يحضر، وبهذا تم توقيف ذاك المحامي وتم ادانته بالمنسوب ليه، وتم استرجاع الاموال والممتلكات وتم تسليمها للوارث الشرعي بن فؤاد دريس طنجوي، وتبدلت حياتهم من بعد ما كانوا معاه كيكسبوا ما يعلموا. وكان داك الدري كاري غير بيت وعيش الفقر الواحد ولا لا باس عليه، ومن اسره عريقه من بعد ما كبر بلا اب، الا انه في الاخر تجازى الفلوس واخا الحنان ديال الاب ما كيتعوضش. ونيا الخوت كتسالي القضيه ديال هاد النهار وحلقه ديال هاد النهار. نتلاقاو في حلقه اخرى في قضيه اخرى ان شاء الله. بغيت نقول لكم تهلاو في راسكم.